الانترو بتاعنا. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب عندنا سؤال سريع وهنساله باشمهندس منعم، وهو ازاي ما تكونش متردد؟ بص، هو كده كده في الاول وفي الاخر التردد هيبقى موجود. يعني انت دايما كده كده في بدايه الكارير تحديدا هيبقى عندك تردد، فدي حاجه لا خلاف عليها. بس في الاول انت ممكن تسال اشخاص يعني عشان تستشير. فانت في اول سنه سنتين في الكارير بيبقى عندك الحته دي موجوده، انت حتى في الكليه بيبقى عندك الحته دي اصلا موجوده. فانت بتقدر تتعديها بالممارسه، ان انا لما بيبقى عندي ممارسه بالتالي بيبقى عندي خبره، فبعدي الحته دي شويه بشويه. فهنا ممكن برضو نروح لكذا سيناريو، ان انا ممكن مثلا ابقى متردد اروح الشغل ده ولا لا، وده طبيعي جدا. انا لحد دلوقتي اصلا بس ما تعتبرش ده ما يعتبرش تردد، عشان برضه ما ناخدش الامور ببعض. انا لو عندي حاجه زي كده فانا ببقى خايف. ليه؟ لاني مش عارف الشركه، فاروح اسال هعرف طب الشركه فيها ايه، البنفيتس بتاعتها ايه، الانفايرمنت جوه عامله ازاي. فكل دي حاجات احنا بس عايزين نحطها في الحسبان، وبرده مش عايزين نحط كله تحت بند التردد. طيب انت دلوقتي عرفت كذا، جمعت كذا شركه مثلا، خلينا نستجل الاكزامبل ده، انت عندك كذا شركه قدامك دلوقتي كلهم احسن من بعض، ماشي. وانت المفروض دلوقتي هتفلتر الاوبشنز اللي قدامك دي عشان تبدا ايه تختار واحد منهم. جيت تفلتر ما عرفتش، لسه متردد ما بين ده وده وده وده، مش عارف قدامك اوبشنز كتير ومش عارف تختار واحد منهم، لسه متردد، لسه زي ما انت. دي صعبه شويه دي. اصلا انت في الاول وفي الاخر انت بيبقى عندك ترتيب. يعني على سبيل المثال انا بالنسبه لي دلوقتي حتى لو انا سينيور، فانا بالنسبه لي برتب بناء على دي ريموت ولا لا، بعد كده السالري بتاعها عامل ازاي، بعد كده نشوف الانفايرمنت والكالتشر جوه عامله ازاي، كل دوت قبل ما اخش. فدي كل واحد عنده ترتيب في دماغه. صعب قوي ان يبقى واحد ما عندوش ترتيب في دماغه. يعني ابسط حاجه دلوقتي اي حد في البدايه انا عايز شركه وخلاص، دي اول حاجه. تاني حاجه انا عايز سالري، ده رقم 2 بيجي بعديها. خلاص انا رحت شركه فعايز انقل، فلازم انقل على مرتب افضل. تمام. بعد كده بنيجي بقى حته الانفايرمنت والكالتشر ديت، لما يبدا يبقى عندك الاكسبيرينس اكتر ابدا اتنك بقى شويه. طيب انت دلوقتي خلينا نسال نفس السؤال بس بايه، في حاجه في كيس ثانيه مثلا. ماشي. انت دلوقتي قدامك كذا مجال ان انت تخش، عندك قدامك مثلا داتا ساينس، وعندك فلاتر مثلا، وعندك اي او اس، وعندك مش عارف ويب، وعندك باك اند، وعندك كذا مجال ممكن تخش. واحد جونيور او واحد لسه بيبتدي في المجال او لسه هيبتدي، بعيدا عن عمره، بعيدا عن الحاجات اللي هو عارفها، بعيدا عن الكلام ده كله، ازاي عارف المجال قدامه الحاجات دي كلها، ازاي يختار واحد منهم على اساس يرمي نفسه؟ لا بص، انا عن نفسي انا عرفت انا وصلت في الاخر زي الاي اس. انا بدات الاول سايبر سكيورتي وجربت فرونت اند، مش هقول لك جربت باك اند عشان انا ما اكذبش، الملعب يا نجم. وجربت ايه تاني، فرونت اند، سايبر سكيورتي، جربت اندرويد، جربت فلاتر. فانا جربت كل التراكس اللي موجوده لحد ما وصلت من وجهه نظري انا، لحد ما وصلت لحاجه انا حاببها. يعني انا وانس ان انا وصلت للاي او اس انا ما رحتش اجرب حاجه ثانيه. طيب هو لو انت هتجرب في كل مجال من دول، فانت هتاخد لك مثلا، هتقطع فتره كبيره او هتاخد وقت كبير في ان انت تشوف ده وتشوف ده. يبقى لها بيريود، يعني انت بتاخد 3 شهور افريج لكل واحده منهم. اصل هو اصلا الافريج الطبيعي لاي حاجه انت بتاخدها لاي كورس هو 3 شهور، ممكن اقل ممكن اكتر حسب استيعاب كل شخص. انا ممكن واحد اشوف فيديو على اليوتيوب، الفيديو يكون الكورس كله ياخد مني انا شهر، ياخد من حد تاني 3 شهور. فانت معاك افريج من شهر ل3 شهور، انت بتست الموضوع. اصل انا مش داخل اتعمق واشوف في الاخر الموضوع هيبقى عامل ازاي معايا، لا انا داخل اشوف انا هلاقي من الاخر كده. شفت لما واحد يتقدم لواحده اشوف فيك بول ولا لا؟ صح أيوة. فانت عايز تشوف فيك بول ما بينك وبين الموضوع ده ولا لا؟ طيب يعني طب انت دلوقتي اخترت اختيار من دول، من نص دول، ماشي؟ يعني انت اخترت اختيار، وممكن الاختيار ده يكون غلط او مش غلط، المهم ان انت تختار الاختيار ده. يعني انت بعد مثلا ما جربت هنا وجربت هنا وجربت هنا، جه وقت ان انت تختار مثلا في مجالين ولا حاجه هم برضو لسه قدام عينك والاثنين بيلمعوا، المفروض ان انت تختار واحد. الماركت رايح لفين غصب عنك كده كده. يعني لو انت حابب الاثنين والاثنين بالنسبه لك خلاص تمام انا مستعد اجو في الاثنين، انا هقعد اشوف الماركت رايح لفين. طيب انت شايف نعمل ايه بعد التخرج؟ يعني شباب لسه متخرجه بتدور على شغل، لسه متخرجه طالعه من الجامعه، تعمل ايه دلوقتي؟ لو حد مش مكرر التراك فيبدا يكرر التراك. بس هي النصيحه اصلا بتبقى دايما لو اي حد، حتى بقولها دايما، لو انت عندك وقت من وقت الكليه ابدا حدد التراك بتاعك من سنه ثالثه او رابعه. لسه قايلينه لسه بالظبط. فهي من ثالثه او رابعه ابدا حدد التراك بتاعك. ده اللي ساعدني، انا كنت حدد الاي اس من ثالثه او رابعه، فانا مجرد ما اتخرجت بدات ازق الدنيا مع نفسي. فلكن لو انت لسه بقى انت خلاص اتخرجت وللاسف ما اسعفكش الوقت في حاجه زي كده، فانت مضطر تدي لنفسك البفر اللي كنت تاخده. ممكن يبقى من 3 شهور ل6 شهور لو انت محدد تراك. يعني مثلا خلاص انا قررت تراك، فبدي نفسي من 3 ل 6 شهور وابدا اشتغل على نفسي. وطبعا التدرج الطبيعي، الاول هذاكر واخد الكورسز، بعد كده اروح رايح الناحيه الثانيه ابدا اشوف انترن، بعد كده اشوف منتورشيب، وابقى ماشي في كله ان باراليل. يعني مش لازم عشان انا خلاص لقيت انترن ما اروحش اشوف منتورشيب، هو ده كده كده بيساعد ده، يعني مش ده بديل لده. بالتوازي تمشي بالتوازي وتعرف توفق ما بين كله. طيب امتى او هل انت بتعرف ان انت وصلت؟ يعني هل عمرك بتاع يعني انا بقعد اذاكر وبقعد اتعلم وبنط في شركه لشركه وبتاع، يعني انا امتى اعرف ان انا كويس؟
او جاهز ان انا اخش سوق العمل دلوقتي وادور على شغل بالظبط. وابدا ادور على هو شغل. دلوقتي بيقول من شركه لشركه، فهل من شركه لشركه لا دي؟ سيبك من شركه غلطت في السؤال، نرجع لخطوه. يعني دلوقتي انت مثلا يعني ذاكرت وقضيت مجهود ذاكرت كبير وعملت في المذاكرة مشاريع ومعاك وبتاع. وجاهز. امتى اعرف ان انا جاهز اصلا؟ فاصل اعلان. امتى والله مش عارف قويه. امتى اعرف ان انا جاهز ان انا ادور على شغل وابدا ان انا اكلم مثلا حد او اقدم على لينكد ان او اعمل ان انا او اتنطط يعني عشان الشغل. اي حاجه فيها بيزكس، يعني بالنسبه لك خلينا نتكلم تحديدا عن مجال الموبايل او اي مجال كده كده في تطبيق عملي. يعني الفكره اللي انت الاول بتذاكر، فانا ذاكرت اساسيات. يعني مثلا لو اي او اس او فلاتر فانت بتذاكر دارت، تشوف ازاي تستخدم اليو اي بتاعها. نفس الكلام في الاي او اس وفي الاندرويد، انا بذاكر البروجرامينج لانجوج، بعد كده ابدا اشوف ازاي اليو اي بتاعها بيشتغل، بعد كده ابدا انفذ ابلكيشنز، بعد كده اشوف ايه الحاجات السوفت وير كونسبتس اللي موجوده. بس لحد حته الابلكيشنز دي، وانس اللي انا عملت ابلكيشنز، في ابلكيشنز كومبليكيتد، فلو انا حطيت حته الكومبليكيتد دي في الحسبان هبدا اعلى بنفسي شويه كده كده تدريجيا. في حته معينه انت كجونيور ممكن لو انت رايح شركه تسالك عليها وممكن لا. يعني انا اعرف جونيورز دخلوا شركات كانوا بيتسالوا على الكلين اركتكتشر وبيتسالوا عن الاركتكتشرز المختلفه. اعرف جونيورز ثانيه دخلوا شركات اتسالوا في سيستم ديزاين. جونيور اتسال في سيستم ديزاين. جونيور سيستم ديزاين. فهي بتعتمد من شركه لشركه ثانيه، بس انت عشان تعمل عليك لحد الاخر حاوول دايما تكون متميز بخطوه. طبعا. يعني انا في مجال الموبايل تحديدا انا بذاكر البروجرامينج لانجوج واعرف اساسياتها كويس جدا واعرف خباياها الى حد ما، مش بتعمق طبعا بحكم ان انا لسه في الاول. وبعد كده ابدا اشوف اليو اي فريم ورك. لو حاجه مثلا زي سويفت اكون بحاول اعرف الحاجتين، او في الاي او اس عموما اليو اي كيت وسويفت يو اي. وبعد كده لما اجي اطلع ستيب اعلى ابدا اشوف بقى الاركتكتشر، بس اخد تخطيط. يعني مثلا ايه الفرق بين ده ومن ده نظريا حتى لو ما نفذتوش بايدي. طبعا لو عندك المقدره انك تنفذ الكلام ده بايدك ده هيوج بلس لاي حد، وبيفرق جدا جدا في الانترفيوز. نفس الكلام ينطبق على الديزاين باترنز، ان انا ابدا اشوف الديزاين باترنز ايه المختلفه، ولو عرفت انفذ حاجه منهم تمام، ما عرفتش يكفي ان انا اكون قرات عنهم وعارف الفروقات بس ما بينهم ايه شكليا. فكره ان انت جونيور عامه بيبقى عندك ليميت معين، بس انت لو جود تو هاف قوي ان انت تبقى عارف حاجه ادفانس. ما لان المنافسه دلوقتي شرسه شويه، فانت يعني بقى النقطه دي بالله عليك بقى حته المنافسه شرسه وكل حته المنافسه وانا بره وهو بره. حته المنافسه شرسه وان كلهم شبه بعض، كل اللي في المجال شبه بعض. ما هي دي بقى اللقطه ازاي تميز نفسك بقى؟ ما هي دي بقى الحته اللي بنتكلم عليها. يعني دلوقتي انا لو داخل الاثنين فيهم كل حاجه كده كده. خلينا نلغي حته القدر شويه، ان انت لو خليك حاسبات او لا دي هنلغيها من الحسبان، ماشي. لان دي برضو يعني مش بتاعتك. ماشي. لكن لو انتوا الاثنين خارجين حاسبات وانتوا الاثنين جامدين جدا في كل حاجه، بس دخلنا الانترفيو لقيت انت عندك كل حاجه تمام وانت عندك كل حاجه تمام، بس انت مذاكر اركتكتشر اكتر، مذاكر ديزاين باترنز اكتر، فانت اقول لك على حاجه، انتوا الاثنين مذاكرين الاثنين، بس دوت فاهم بنسبه اكبر من ده. فللاسف الموضوع ما بقاش ليه مقياس، الموضوع بقى نسبه وتناسب. تمام. بلس 1. طب يعني ايه برضو الحاجات التانية اللي هو الواحد انت شايف ان المجال دلوقتي فيه تشبع، مش تشبع الشركات عايزه، ولكن اللي داخل المجال بقى فيه اقبال عليه كبير كتير قوي، ففي ناس كتير قوي عايزه نفس الحاجه. دلوقتي ازاي واحد من دول بعيد عن ان هو يذاكر ويفهم الحاجات دي كلها، ازاي يظهر من وسط كل كوميونيكيشن؟ كوميونيكيشن دلوقتي انا عارف صابر ومهاب منين؟ من عمر. عمر فلاتر، فالشباب دي فلاتر، فالناس دول كلهم قعدنا مع بعضينا فعرفنا الشباب دولت، فاي اوبورتيونيتي هتيجي اروح مباصي لمهاب، هباصي لصابر، هباصي لعمر، عمر هيباصي للشباب دولت. فلما بتيجي حاجه هو كوميونيكيشن. طب احنا بنجيب الكوميونيكيشن ده منين؟ عن طريق بقى لينكد ان، الايفنتس والشغل. يعني انا ممكن انا على سبيل المثال عرفت عمر ازاي؟ عن طريق الشغل. انا كنت بقدم له في شركه، حد قال لي ده في واحد صاحبي ايام الاندرويد اصلا، ده في واحد صاحبي اندرويد كويس لو عايز تقدمه عندك في الشركه. قلت له خلاص هات السي في. انا عرفت عمر كده. طب عرفت كذا حد في الاي اس اصلا عن طريق الحاجه دي، وحاليا احنا اصحاب جدا واي حاجه احنا بنبصل بعض. تقول ايه للناس اللي هي بتتكسف اصلا تخش تتكلم ده وتتكلم ده وتتكلم ده وتعمل كوميونيكيشن مع حد؟ في ناس بتحرج او عندها رهاب اجتماعي من ده، وانا كنت متوحد في فتره من الفترات دي. الكسوف مش هيوصلك لحاجه. الكسوف مش هيوصلك حاجه تماما. يعني الكسوف في الاخر هيوصلك لحته اللي انت قاعد من غير شغل. ممكن تكون شاطر جدا، وحتى كان لسه باشمهندس محمد ابو سريع اصلا منزل بوست على لينكد ان بيتكلم حاجه زي كده. انت لو مش عارف تظهر نفسك على السوشيال ميديا، تحديدا على لينكد ان عشان ده الحاجه البلاتفورم المهم، فلو انت مش عارف تظهر نفسك على لينكد ان فانت بالتالي انت ما بتعملش حاجه. فانت بتبدا تظهر نفسك عن طريق، على سبيل المثال انا عرفت ان صابر كويس منين؟ بينزل ابلكيشنز، وبينزل مثلا صابر عامل ابلكيشن تبع الشركه اللي عنده، حتى ايفن لو جونيور انت شغال بس ممكن تكون شغال ما عارفش انت شغال، لكن نزلت اللي انت عملته كونتريبيوشن في الابلكيشن مع الشركه والتيم، ودلوقتي ابلكيشن لايف وهو ده اللينك بتاعه لو حد حابب يتست، فانت بتشوف انا ببين ان انا اوريدي خلصت شغلي، انا مش مجرد واحد موجود في المجال وخلاص. ما تبقاش موظف من الاخر. طب حته الكوميونيكيشنز تاني معلش، يعني الناس اللي بتتكسف او بتحرج او عندها رهاب اجتماعي من ان هي تخش مثلا مهاب مشهور او منعم مشهور، فانا هبدا اخش اكلمه اعرفه بس على صابر،
تمام. في ناس بتبقى عندها الحته دي اللي هو ايه يعني مكسوفين او عندهم احراج او مش بيعرفوا ان هم يتعاملوا وهكذا او يخشوا يكلموا هكذا. مش لازم تخش له دايركت. يعني بص انا من وجهه نظري مش هقدر ادي راي واضح حاجه زي كده، لان انا من الاول يعني انا كنت تنشن شويه في الحته دي، بس هو انا كنت ببعت وخلاص، اصل انا محتاج شغل. انا مش هعمل ايه هتموت، يعني هعمل ايه؟ فانا لازم احط نفسي في الموقف. صحيح. فانا كنت بحط نفسي واخش ابعت. انا لو فعلا لو وليت تجرأ لينكد ان وتبعت. القديم، انا الرسائل القديمه انا كنت باعت ل 1000 2001 مثلا حاجه زي، انا بعت ارقام كتير جدا. كان نصهم ما بيردش، ودي دايما الاكزامبل اللي انا بديه في اي حاجه انا بطلع فيها، نصهم ما بيردش. اللي هيرد مش هيرد تاني بعديها، اللي هيرد تاني بعديها يبقى نصهم هو بس اللي هيسبورت معاك. تمام. ممكن تلاقي 10 ولا 8 منهم يديك فيدباك عن السي في، ممكن تلاقي في الاخر 2 او 3 هيحاولوا يدخلوك في بروسيس، تمام. وممكن في الاخر ما تنجحش في اي حاجه منهم. بس هي الفكره تتجرأ وتبعت يعني. طلعت بكام واحد ممكن دول ترجع تكلمهم تاني. تمام. وده اللي بيحصل. فكره ان هم يعرفوك برضه، يعني مثلا عملت معاك يعني انت عرفتني، انا لو لقيت حد بيزن على لينكد ان 3 اسابيع ولا حاجه انت نسيتني خلاص، ما انت مش عارف مين صور. انا لو لقيت حد بيزن على لينكد ان انا بخش في الاخر ارد عليه وبخش اعمل. انا في 2 او 3 بسبب الزن دوت، والحمد لله ربنا كرمني ودخلوا الشركه. فعلا هم ناس كويسين جدا ما شاء الله. بس هي الفكره بقى دلوقتي هو بيحاول يكومينيكيت. انا بعمل اللي عليا، انا بالنسبه لي كده. عشان انت لما تيجي قدام نفسك، لما تقعد مع نفسك تقول انا عملت اللي عليا ولا لا، هتبص لها في الاخر من ناحيه ايه؟ انا عملت اللي عليا، تعالى صبر. انا عملت اللي عليا ولا ما عملتش اللي عليا. فانت لما تيجي تقعد بينك وبين نفسك هتلاقي في الاخر طب انا في حاجات ما عملتهاش، انا كنت اتكلم وابعت واشوف ومش عارف ايه وانا ما بعتش. هتندم على فهترجع ده. تحاسب نفسك بقى، ويا ريت ومش يا ريت، ومش عايزين نخش في السايكل بتاعت يا ريت دي. اتجرأ وخلص. هي لا يا اما تتعالج يعني. مش هعرف ادي راي تاني بصراحه. بس فيديو رايق بصراحه، واعتقد حبه نصايح محترمه يعني قدام الناس كتير. على راسي يا شباب وبس شكرا. ومنعم @ال iOS. نخلي منعم اقول لك ولا اي حاجه يا شباب والله يعني. تبع الشباب الجميله، انا كده كده انا بشوف لهم والله شويه حاجات، رغم ان انا مش بتاع فلاتر بس بحبهم ركز يعني. منين؟ عجبك؟ عجبني والله. بعت لي كنت بعت له ميم عليها بس قشطه يعني. فبصراحه يعني الشباب يستحق ان هو يدعم، وفي نفس الوقت جربوا تعملوا حاجات زي كده يعني. الناس تجرب تعمل فيديوز برضو، ما دوت في الاخر اللي خلانا نعرف صابر ومهاب اكتر يعني، ان هم بيعملوا فيديوز فنخش في الفيديوز فننصحهم، فنبدا نكومينيكيت، فيبدا الموضوع يبقى لطيف شويه. بس يلا ادي الاوترو. السلام عليكم.